السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. وحشتوني قوي. انا جايه برضه افيدكم بحاجه انا بعملها عندي يعني في غسيل المواعين. الصابونه دي انا ما بستغناش عنها، دي بجنيه من عند بتاع المنظفات. بعتذر عن الصوت ابني. عادي يعني، خدته عليه اكيد يعني، كل الفيديوهات هو طالع فيها. دي بجنيه، ما بستغناش عنها، بجيبها على طول وبحط منها حته في غسيل المواعين معايا. بصوا، دي كوبايه الشاي انا سبتها. دي كوبايه الشاي بتاعتي. بصوا التكيسات بتاعت الشاي، ما ولا بسلكه بتطلع ولا بالليفه بتطلع. بصوا انا سبتها معاكم عشان اوريكم. انا بقالي فتره ما رضيتش احط الصابونه في اللي هو في غسيل صابون المواعين نفسه. عشان اوريكم بس انا بعمل ايه. بصوا، دي بقيه الصابون اللي انا بستخدمها، والله بيقعدوا معايا سنين. هي تقريبا معرفش نقول سعرها ولا الصابونه بجنيه. بصوا انا هقطع بس قطع. شايفين الفتافيت دي كفايه قوي ان انت ترميها في قلب الصابون السايل بتاع المواعين. هي الصابونه بجنيه، بس انا لسه قال عليها تقريبا غليت، بقت ب2 جنيه عشان طبعا شفتوا الدنيا والغلا. وبنرميها في الجردل بتاع. بس هي بقى مع صابون بتبوش. آه بتتعاملي بقى عادي، بس سيبيها بس تبوش شويه. بصوا بتدي والله، بصوا نظافه. انا ما بستغناش عنها خالص والله يا جماعه، جيبوها ما تستغنوش عنها خالص في معاكم في البيت. بصوا دي بجنيه، هي دلوقتي هتلاقوها ب2 جنيه، ما تزيدش عن كده ابدا. تنتوفه يعني، هي حته صغنطوطه خالص تحطوها وتبتدوا تغسلوا مواعين يعني، هي بس يا دوبك تدوب. انا هطلع دلوقتي. بصوا انا سايبه ده عشان اعمله معاكم. بصوا بسبب انا برضو سايبه ده عشان ما بستخدموش كتير. بصوا شايفين ده عشان عليه زيت. بصوا بصوا مهما ادعك بصوا مش هيطلع. فهنشوف الصابونه هتعمل. تعالوا كده نجرب بس قبل ما تدوب شويه. بصوا دي الليفه دي. بصوا، لا ولا سحر ولا شعوذه. بصوا انا مش بدعك بالليفه على فكره. بصوا انا بدعك بحته الصابونه. والله لو بالليفه مش هتطلع، لاني دي بقى لها كتير قوي عندي. انا كنت معلقاها وكده وما باجيش جنبها، فطبعا التراب مع البخار مع الدهون وكده. بصوا يعني انتوا شايفين اهي دي. بصوا والله ما دعكت بالليفه دي، هي حته الصابونه بس مشيت عليها. انا كده مش هكمل دعك فيها خلاص اساسا. بصوا فورت كله والله يا جماعه في ثواني. طب تعالوا نشوف التكيسات بتاعه الكوبايه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بالصابونه انا مش هدعك. يا رب تكون الكاميرا موضحه. هي الصابونه فين؟ كده بصوا منظر. بصوا هو انا لسه ما لفتش الكوبايه دي، الحته دي بس يعني. انا بلفها معاكم اهو. بصوا ايه ده والله يا جماعه، ايه ده. انا بقى ايه يعني. قعدت متعمده فتره ما اقطعش حته صابون وارميها في قلبي، لاني منضفه على طول المواعين عندي، مخليها لي زي الفل والله كده مرايه. فقلت لا، انا عاوزه الكوبايات وحاجتي يبقى عليها تكيسات كده من الشاي. بصوا بصوا. فقلت لا، لازم اقول لكم على المعلومه دي يعني، اكيد اغلبيتكم ما يعرفوهاش. فعلا من كتر الشاي والنسكافيه والقهوه الكوبايات بتبقى من القلب صعبه جدا. ادي حته الصابونه بس بالليفه يعني، انا الليفه كمان ما دعكتهاش في صابون او كده. وهي لسه لما بقى الصابونه بتدوب في القلب. بصوا الكوبايه الفرق شاسع والله العظيم. بصوا شفتوا الكوبايه نورت ازاي، سبحان الله.
فحبيت افيدكم ما تبطلوش يا جماعه النقطه دي والله العظيم، جيبوها. يعني انا كنت جايبه بتاع 5 وبرصصهم على طرف الشباك عندي في اي حته تكون فيها هوا عندكم، يعني اي حته يكون فيها هوا عندكم حطوها لان بتطرى. وقطعوا شفتوا والله تنتوفه. انا يعني قعدوا معايا، ده انا بقالي سنين بستخدم الطريقه دي، بس انا بقى قلت افكوا قناتي لسه جديده، واي حاجه بتنفعني بصراحه هفكوا بيها انا، ولا سلكه ولا اي حاجه. بصوا استنوا بقى اغسل ايدي، اغسل الكوبايه ولا استنى ثواني. اغسل الكوبايه. هي كده مش نظافه اللي هي يعني، انا بس ايه قلت لكم من اول فتحه هي هتحصل فيها ايه. لا والله مش محتاجه يتعاد عليها اصلا. بسم الله ما شاء الله. بصوا بص الكوبايه كانها جديده والله، كانها طالعه من الكرتونه. والله لكل ست بيت بصراحه اياكي تحطي الصابون بتاعك تتعاملي عادي، اي صابون غالي رخيص تتعاملي عادي، ما تجربيش النقطه دي تنتوفه حته صغنطوطه خالص زي ما انا قطعت قدامكم كده، وارمي في قلب بتاعه الصابون المواعين بتاعتك وسبيها. هي مع الوقت كمان هتلاقي ممكن رغوه المواعين ما ترغيش قوي، بس هي مش مستاهله ان انت ترغي، انت تاخدي هي بتبقى الفايده بتاعتها والمكونات بتاعتها في قلب الصابون. فانت لما بتتعاملي بالليفه حتى لو ما فيهاش رغوه بتخلي لك الاطباق بالفناجيل بالكوبايات بالحلل والله يا جماعه فل كانكم مطلعينها من الكرتونه بتاعتها. بصوا يا رب اكون فدتكم والله. بص احنا ما دعكناش، احنا بس بالليفه لفينا كده. انا لسه بقى هشطفها وهي مش محتاجه اشطفها. وبصوا دوت احنا ده مشينا عليه بس كده، ولا سلك قدامكم استخدمناه ولا اي حاجه. بصوا هجيب لكم بس حاجه تاني. مش لاقيه. طيب بصوا هنشوف برضو، شايفين المعلقه دي؟ بصوا يعني هي دي يعني ايه مش وسخه قوي، بس هنجرب ايه اللي لقيتها قدامي. بصوا بايدي انا دعكت بس بحته صابونه، بس هي بحته بس انا مشيت عليها الصابونه عشان اوريكم مفعول الصابونه. بصوا اي حاجه بقى بصوا من غير دهب. يا رب اكون فدتكم. انا والله بصي فرحت بكوبايتي قوي. انا كنت سايباها في قلبي كتير بصراحه عشان اوريكم الفيديو ده واقول لكم مفعول الصابونه. لا بصراحه حاجه ما بتبقى نضيفه برضو كده بتفوق الواحده. يا رب اكون فدتكم يا رب، بس ما تكتروش منها. بصوا انا حطيت حته صغنطوطه اهي، هرجعها بقى تاني. بصوا قد ايه الصابونه تقعد معاكم شهرين 3 لو بتصير، لان هي بتقعد انا مثلا تقعد في صابون المواعين بتاع 3 ايام. يعني حتى لو الصابون نفسه خلص هي بتبقى في القعر لسه، حطوا عليها الصابون تاني زودوا. بتقعد 3 ايام كده. فالصابونه دي تقعد معاكم كتير والله يا جماعه في كل حاجه. حطوها على سلك ادعكوا بيها المواعين. بس انا ما بحطهاش على سلك ولا بدعك بيها المواعين، انا بدوب حته منها في قلب الصابون بتغنينا عن اي حاجه. وقدامكم اهو بصوا عملت ايه من غير دعك او اي حاجه. في حاجات كتير في المطبخ احنا مش بنستخدمها بيبقى عليها كميه زيوت طايره وتراب مع بخار الميه وكده، فلما نيجي نلاقي عليها جالها جامد جدا حتى بالليفه ما بيرضاش يطلع، وبالسلكه بيدوخنا. ولا ليفه ولا سلكه، هي دي السحريه دي حته منها صغننه ولا هتتعبي، بس مشي كده هترجع لك كانك لسه مطلعاها من كرتونتها. يا رب اكون فدتكم واكون خفيفه عليكم. يا ريت تشتركوا في قناتي وتدعموني. لا اله الا الله. وانا بعتذر على صوت ابني. باي باي.